أهلا بكم من جديد. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة في ذكرى ميلاده رأي نور الشريف في الألقاب التي تطلق على الفنانين. ماذا قال عن لقب نجمة الجماهير؟ كان الفنان نور الشريف بيرفض أن يطلق عليه أي لقب لأنه يرى أن فكرة الألقاب التي يطلقها المنتجون على النجوم من أجل الترويج لهم ونجاحهم بدعة طبعا، وليس لها أي دور في إبداع الفنان. وقال في لقاء تلفزيوني أجراه نور الشريف في فترة التسعينات، كشف عن رأيه في ألقاب النجوم قائلا: اللقب ليس له أي دور في إبداع الفنان، للأسف هي بدعة اخترعها تجار السينما والفن وأعلاها قصيد سهل طبعا بعض الفنانين، لكن هذه الألقاب ليست نابعة من الشعب. وقال نور الشريف طبعا لقب كوكب الشرق أم كلثوم نابع من الشعب، لقب سيدة الشاشة الشاشة الشعب قال كلمته، لكن أفاجأ إن فيلم يكون إنتاج فنان ويلصق لنفسه اسم نجم النجوم أو نجمة الجماهير مع احترامي، أو نجمة مصر الأولى. أنا بشوف إن ده لا يؤدي إلى أي إضافة للإبداع الفني، هو نوع من محاولة إضفاء الأهمية على الذات. أنا ضد طبعا ده اللقب أخده من الناس، مش أخده من الناس، مش أنا اللي أقوله أو حد يخترعهولي من أجل الدعاية. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.